بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم، قانون الاستثنائية اللي طلع فترة استثنائية اللي اتدخلت فيها الدولة، ومبدأ سلطان الإرادة عند المالك انعدم خالص، والدولة تدخلت وحددت القيمة الإيجارية وحددت الأسعار وحددت الامتداد دون أن يتدخل المالك في شيء. ده باعتراف مجلس النواب. ورئيس مجلس النواب ذات نفسه بيقول ان المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين الأماكن الاستثنائية اللي انتم مسميينه أو بيتقال عليه قانون الإيجار القديم، وأن هذا الملف به خصوصية شديدة ذات شبكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود، ويدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضع نصب عينيه مسؤوليته الدستورية. خلي بالك اللي بيقولوا الدستورية وعدم الدستورية، قلنا فسرنا وقلنا رئيس مجلس النواب كرئيس محكمة عليا وقال لك مفيش شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، وإن القانون كامل متكامل، مع إن في ظلم للملاك الفترة الانتقالية والقيمة الإيجارية التي لا تساوي شيء. رغم عن كده رئيس مجلس النواب بيقول ان مشروع قانون اللي قدمته الحكومه خد من الوقت ما يكفي للدراسه ودراسه مواده وصياغه المواد اللي جايه في مشروع القانون الجديد اللي هو متقدم للحكومه. ويعني انا بعتبر ديت ان شاء الله لما بيجي رئيس مجلس الوزراء بيتكلم في هذا الموضوع يعني تبقى موضوع منتهي ان شاء الله. احنا كملاك ماشيين زي ما احنا، مفيش اي مشكله. طيب نكمل كلام حديث رئيس الوزراء عشان كلام مهم جدا جدا، عشان الناس اللي بتتكلم في عدم الدستوريه والقانون فيه عور والقانون مش هيتطبق والقانون هيتعمل والمحكمه الدستوريه هتطعن عليه والكلام دوت. يطلع القانون واللي عايز يطعن يعني مفيش قانون في العالم يمنع اي حد من التقاضي. طيب قال لك ايه؟ قال لك مجلس النواب يتعامل مع هذا الموضوع بحساسية في التعامل مع هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضع نصب عينيه مسؤوليته الدستورية تجاه مين؟ الوطن والمواطنين. الوطن والمواطن، الوطن والمواطن يعني على حد سواء. وقد برهن المجلس على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة ملتزما بأحكام القضاء أمام المحكمة الدستورية العليا، مساويا بين حق الملكية وحق السكن. يبقى حق السكن حق الملكية موجود، حق السكن بعد الفترة الانتقالية الدولة هتوفره، يبقى ما فيش ما يبرر ما يمنع ان يصدر القانون. عشان بس الناس بدأت دلوقتي الحكومة ما قدمتش إحصائية المستأجرين الأصليين وكده، وبتعمل الإحصائية ديت لو مش مكلفة الحكومة مكلفة بيها أو لا، أو مركز الإحصاء بيعمل هذه الإحصائية. طيب يجي يقول لي طب القانون هيترفض؟ لا، مفيش حاجة اسمها قانون هيترفض أو هيعلق أو هيؤجل أو كل الكلام ده غلط. كل الكلام ده ملوش أساس من الصحة. اتعمل كده في المناقشات والحوار المجتمعي، اتعمل أكتر من كده، وخبطوا ورزعوا وعملوا اللي هم الناس اللي هم مستفيدين من القانون، واللي مفيش واحد مش عاجبه القانون. وقلنا المستفيدين اللي السلم وامن اجتماعي وهددوا، ده بيهددوا وبيهونوا الحكومه في امام مجلس النواب، بيهددوا في مجلس النواب، بيهددوا الدوله ان هو لو اتطبق القانون هيحصل كذا كذا كذا. فالدوله ليها هبه وليها احترامها، والحكومه ليها احترامها، ومجلس النواب ليه احترامه، واعضاء مجلس النواب في بعض منهم يعني اغلبيه ناس محترمه، وعبروا وقال لك لازم يكون في توازن، وقال لك في ظلم، والتباطؤ في العدل ظلم. كل الكلام ده مبررات بتدي ان شاء الله الناس الملاك مش عايزين قلق، مش عايزين اشاعات. هم شغالين دلوقتي
قانون اترفض، الحكومه مش موافقه، كل الكلام ده عملوه قبل كده لو انتوا تفتكروا معايا، قبل ما يروح الجلسه العامه وتوافق عليه. يعتبر موافقه 99% من لجنه الاسكان واللجنه المحليه واللجنه التشريعيه بمجلس النواب، واجتمعت المحافظين والوزراء والنقابات العامه وممثلين الملاك وممثلين المستاجرين، وتم صياغه هذا المشروع. فمفيش مبرر خالص ان يمنع تطبيق هذا المشروع رغم كونه في الماده الثانيه في القانون الجديد اللي هي الفتره الانتقاليه غريبه جدا جدا، 7 سنين كتير جدا جدا. وقلنا خلي بالكم من عقارات العيال السعود، والقيمه الايجاريه اللي هي 20 ضعف و10 اضعاف وخمس لا تساوي اي شيء. احنا بنتكلم على القيمه الايجاريه سواء للمحلات 5 امثال وسواء للوحدات السكنيه. ان شاء الله باذن الله ده كلام رئيس مجلس النواب عن المشروع وعن القانون، وان هم الاتجاه السائد في مجلس النواب اللي هو صيانه حق الملكيه وحق السكن. صيانه حق الملكيه هرجع الاملاك لاصحابها، وحق السكن هجيب البدائل، والحكومه ملتزمه وقالت الكلام دوت. اللي ملوش سكن هياخد سكن بس يكون مستحق، اللي عنده سكن هيسيب السكن بتاعه، اللي قافل الشقه بتاعته هيتاخد منه. مفيش حاجه يعني كده هتعدي كده من الحكومه ان شاء الله. ان شاء الله في القريب العاجل سوف يقر هذا القانون في ساعات، مجرد ساعات ان شاء الله. شكرا.